سفري؟ لا هو كان طالبين من مين هذا اخو النائب؟ اخو النائب. طالبين الاوردر فقاعدين على الطاوله. بستنى الاوردر. فصار يقول له اعطيني الاوردر هون ومش هون، فبصير في لخبطه لما تكون طالب اوردر سفري، لما تكون طالب على الطاوله انت بتكون محضر اوردر سفري، ففي بعد الزمن ما بتعرفش هاي اللقطه. وصار يحكي للشاب يمشي بسرعه روح جيب له الاوردر بطريقه طريقه هيك يعني بدوش يستنى، يعني بدوش يستنى، مش ما بدوش يستنى يعني كانه شايف لمؤاخذة حشره قدامه. يعني بيكلمه انا لما اروح اطلب اوردر يعني سفري باخذ الوصف وبضل لما لا هو يناديني حكى له بدك مش فيها رقم؟ بالضبط. الشاب حتى بينزل له الاوردر بقول له هاي فين بقيت الاوردر؟ بقول له لسه جاي يطلع. بقول له خلاص امشي روح جيبه. يعني انا معدي فبنادى علي بقول له فين الاوردر؟ مش الاوردر. راح قال بس انت الاوردر هذا مصري سفري في ارقام بتطلع بيجاز بنزل لك اياه. وقفت مع الشاب قلت له ايش شوف مين موصي الاوردر استعجل لي فيه بس ان انا مسؤول عليه. هذا اللي حكيته بالضبط. صار جاي من على الطاوله شو بتحكي ولا بدك تروح تجيب اوردر زي الكلب. طب ما صار يعني مناكفات منكم معه؟ ولا يعني اجى من باب للطاق قال لك يا كلب؟ زي ما حكيت معك بالضبط. ما بقدر لا لا نفس لا صادق بس حابين نعرف انه يعني نفس اللي حصل ما بالضبط. فيش شيء استفزه يعني هذا القصد غير انه كنت بحكي الاوردر بس. معه بيقول لي انتوا ليش كلكم بتحكوا من مناخيركم؟ قلت له والله يا استاذ ما بحكي هيك في ترتيب برضه في نظام في الشغل بيطلع بينزل. فبحكي مع الشاب بستعجل شو بتحكي شو بتحكي بدك تروح تجيب اوردر زي الكلب واخلص من الكلام. استاذ لا تحكي كلب. قال لي لا كلب انجرح الشارع هيك حرفيا بده جرح زت التعبير عليك هذا أول يوم. الساعة 1 بالليل. حذاءه حفاية كم ساعة كانت؟ تقريبا واحدة وشوي بالليل فجر الجمعة. فجر الجمعة. هذا كل اللي صار. جماعة جم شدوني المدير كان واقف بجواري شو صار؟ قلت له حصل 1 2 3. صار بقى القصة الاسطوانة المشروخة انا بدي اتصفر انا بدي انا اخوي النائب فلان نعم صار يهدد فيك. النائب مين كان مساعده؟ محمد؟ المدير محمد مساعده؟ كان موجود. هاي كان هو الموجود. سيدي احنا بالنهاية ما بنقبل الاعتداء على اي مواطن. بعدين لاحق بعدين ايش ومن أي كان. اللي حصل لاحقا؟ لا نقبل. ايش اللي حصل لاحقا بعدين؟ ثاني يوم الصبح مش الصبح المغرب الساعة 6 واقف انا في الجمعة. الجمعة. ايوه نعم. واقف دخل 2 لابسين بدل. طبعا ما اعرفش مين نائب. شو كنت بتسوي انت لما دخلت؟ واقف في شو قصة سجادة الصلاة وانك بتصلي؟ لا لسه ما وصلناش ما لسه في حلقة ثانية. انا واقف فاجى واحد هيك حط ايده على كتفي هيك صار يقول لي انت عامل مشكلة البارح. قلت له خير شو في؟ قال لي بدي اصفر المصور الموجودين في المحل. قلت له ليه خير ان شاء الله؟ قال انت بتطول على اخوي البارح مش بتطول. هي كلام هلا فاروق تطول عليه. هلا حد حكى معي هلا قال لي امشي انصرف من هون خليك واقف هون لما ننادى عليك. وين المدير؟ جبنا له مين هو الشاب هذا؟ واحد ما بعرف اسامي بالضبط اللي كان معه اللي هو داخل هو كان مع النائب. داخل بقول هذا انا معي النائب وعرفنا به اسمه زيد الشرف. نائب زيد الشرف. عرف على حاله. يعني مش زي ما بيحكي محامي انه هذا شبهه. شبه زيد. او عرفكوا عليه انه هذا المحامي هذا النائب زيد الشواب. انا كنت نعرف نائب الوطن. نائب طب البرلمان الأردني ولا اسمع اسكت اهدى يا اخي. ما هو بدنا نفهم. من مأدبه هو. ها؟ بعدين معك. من مادبة نعم. المدير قال لي فوت انت جوا. فوت جوا صار يحكوا معاه. جات صلاة المغرب رديت صليت المغرب جاي من الصلاة بيقولوا لي في جماعة بدهم يحكوا معك. ما بتروحوش يعني من الساعة 6 ل 6 ونص هم بينتظروا فيه برا. نعم. مع سعادة النائب. هم كانوا بيحكوا معاه فأنا دخلت صليت المغرب وطلعت. بنلبس النظارات هذا. في واحد فيهم بيقول له حتى هاي كان بيصلي المغرب هيك مش عاجبه الطريقة. رحت عليه النائب بيحكي معي انت غريب ولازم تكون اديب. قلت له انا ادب. شفته بأشر على كندرته ايش؟ والله مش متذكر. هو كان بيقول لي انت غريب لازم تكون اديب وتحترم
بلد ومش عارف ايه وانت ما بتصير تتعدى. قلت والله احنا ما تعدينا. في نفس اللحظه اللي بيحكي معي فيه هذاك اللي على الشمال جراح طريق مكف. نعم. طلعت هيك كان جراح طريق مكف. هو واقف ماسكني هيك واقف معي. طبعا هذا المفروض انه ما بيصير لانه هو واقف معي. انت جاي المفروض ان انت بتحل مشكله، ما بصير حد يضرب وانت واقف معي. انت نائب بتمثل شعب. الناس مختارين. هيك حكيت له يعني؟ لا هو هيك بفترض يعني بفترض انه واقف مع نائب. بفترض حاله انه واقف مع نائب. هو معتبر انه النائب يعني سنده في اللحظه هذه. يعني هو معتبر الكلام هذا انه هو في حمايه النائب وجاي يحل المشكله. المفروض انه هو جاي يحل مشكله مش جاي. ايوه. طب هو النائب تعدى عليك ضربك؟ حميد لا برضه هو كان واقف يعطيني ربع هيك ساعه ماسكني بس. هيك وهم لأن انا بطريقي للمينا يا حميد، طريقي للمينا يعني ما مد ايده عليك؟ الخبر اليقين. لا هو كان واقف ماسكني بس كده. بس ما ضربه. هو ماسكه مشان يضربوه. تفضل. بيحكي معايا وبيكلمني فانت انا تركني. ما في تعيين. نجيب زيد الشباب وشلته بعينه.